يا أهلا بيكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوية قرنبيط، بس إيه تحفة، مقرمش ومش شارب زيت وطعمه رائع. عملت قبل كده معاكم صينية القرنبيط في الفرن من غير قلي ولا زيت، وكان طعمها حلو جدا. بس برضه من وقت للتاني كده الواحد يحب ياكل قرنبيط مقلي، وخصوصا بقى لما يكون مقرمش بالشكل ده. يلا بينا نبدأ في عمايله على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب، إذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا له لايك وشير. أول حاجة هنعملها، هنجيب القرنبيط وبالسكينة بالراحة كده نفصل الوردات بتاعته عن الجزء اللي في النص ده، وبعدين نشطفه كويس قوي ونصفيه، ونقطعه بقى الوردات صغيرة بالحجم اللي احنا عايزينه. وهنكون حاطين على النار حلة فيها مية، أول ما تغلي هنحط فيها معلقة صغيرة من الملح والكمون، ونحط القرنبيط على قد ما تاخد الحلة معانا، ما نحطش الكمية كلها مرة واحدة، ونستنى لما المية ترجع تغلي تاني، ونحسب لها بقى 3 أو 4 دقايق، ونطلعها على طول في مصفى، ونحطها تحت المية الباردة عشان نوقف تسويتها. لو مقطعين الزهرات كبيرة قوي ممكن نزود دقيقة أو دقيقتين كمان. نسيبها بقى تتصفى على جنب براحتها، ونجهز الخليط بتاعنا. هنجيب طبق ونحط فيه كوباية من الدقيق، وربع كوباية من النشا، وفصين 2 أو 3 من التوم فرمتهم ناعم. التوابل بقى اللي هنحطها، معلقة صغيرة من الملح والكمون، ومعلقة كبيرة مليانة كده حلوة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من بذور الفلفل الحار، ودي اختياري طبعا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنحط عليهم كمان شوية حلوين من الكزبرة الخضراء، تقريبا خدت نص حزمة وقطعتها صغير قوي. وهنحط عليهم كمان بيضتين، ومعايا بقى كوباية نصها مية ونصها حليب. ممكن تستعملوا الكمية كلها حليب بس، أو مية بس، زي ما يعجبكم. هنزود شوية بشوية مع التقليب لحد بقى ما نلاقي المكونات كلها اندمجت مع بعضها، ونوصل لقوام الخليط ده، يبقى متوسط، مش تقيل ولا خفيف قوي، يعني يبقى شوية شبه قوام الكريب كده. أنا حطيت تقريبا كوباية وربع، حطوا على قد ما القوام يظبط معاكم. نسيبها بقى على جنب ثواني، ونجيب طبق تاني ونجهز خليط بسيط كده بيخلي القرنبيط مقرمش وكريسبي طول الوقت. هنحط كوباية من الدقيق، وعليهم 3 معالق كبار مليانين من النشا، وهنحط عليهم برضو رشة بسيطة من نفس التوابل اللي حطيناها، ملح وكزبرة وكمون. نقلبهم كويس، وكده خلاص بقى كل حاجة بقت جاهزة معانا. نبدأ بقى نقلي على طول. هنجيب بقى القرنبيط وهيكون اتصفى كويس من ميته، نحطه في الخليط السائل الأول، نغطي بيه القرنبيط كويس، وبعدين نرجع نحطه في الخليط الجاف، ونغطيه برضو بيه كويس قوي. وهنكون حاطين زيت غزير على النار، أول ما يسخن ننزل فيه على طول بالقرنبيط، ونقلبه بقى يتحمر من كل ناحية، ويبقى باللون الذهبي الحلو قوي ده. نطلعه بقى نحطه على مصفى أو على شبكة، بس بلاش تطلعوه على مناديل عشان ما تطريهوش. سامعين بقى صوت القرمشة الحلو ده؟ فظيع. قرنبيط كريسبي مش شارب زيت، وطعمه رائع. قدموه بقى وهو سخن على طبق فيه شوية حلوين من البقدونس، ورشوا برضو عليه شوية حلوين من البقدونس، بيبقى طعمه حلو قوي معاه وهو بيتاكل. جربوه وما تنسوش تقولوا لي رأيكم فيه ايه. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وأشوفكم على خير.